احنا اتولدنا في زمن اللعبة فيه دخلت أوض الأطفال وقعدت جنبهم في السرير وبقت أقرب للطفل من أي حد تاني. والأخطر إن في ألعاب اشتغلت واتمنعت بعد كده، وفي ألعاب لسه شغالة لحد دلوقتي وبتسيب أثر مش بيروح. خليني أحكي لك عنهم واحدة واحدة. نبدأ بلعبة اسمها مان هانت. اللعبة دي كانت عبارة عن مطاردة، قتل وتعذيب، وكل ما الطريقة تبقى أبطأ اللعبة تكافئك أكتر. في بريطانيا سنة 2004 مراهق اسمه ستيفن قتل صاحبه، وبعد التحقيق اعترف إنه كان بيلعب اللعبة ديت لساعات طويلة وبيحاول يقلد اللي شافه. الولد ما قالش حاجة، قال أنا بس كنت عايز أقتل، قال أنا كنت بلعب. والجملة دي كانت كفاية إن اللعبة تتحرم في أكتر من دولة. ومن مان هانت نروح على لعبة لسه شغالة لحد النهاردة اسمها GTA. اللعبة دي ناس كتير بتضحك وتقول ما احنا بنلعبها وطلعنا كويسين، بس الحقيقة إن في أطفال دخلوا عليها بدري قوي. وفي أمريكا مراهق سرق عربية وضرب صاحبه، ولما اتسأل قال ما أنا بعمل كده في GTA. هو مش كان فاكر إنه بيعمل جريمة، هو كان شايف سيناريو اتكرر قدامه 1000 مرة. اللعبة دي مش بتخلق مجرم وبس، لكن بتكسر إحساس الغلط ومن العنف. نروح على الإدمان مع لعبة كول أوف ديوتي. في كوريا الجنوبية مراهق قعد أكتر من 40 ساعة قدام اللعبة من غير نوم، وقع ومات. وفي حالات تانية مراهقين دخلوا في الانهيارات عصبية علشان اللعبة مبنية على توتر مستمر وعقل صغير ما بيعرفش يفصل. اللعبة مش شريرة، لكن الإدمان هو اللي كان قاتل. ونروح على لعبة تانية اسمها Five Nights at Freddy. اللعبة دي مش فيها دم، لكن فيها انتظار وترقب وصوت وخضة. في تقارير عن أطفال بقوا يصرخوا بالليل شايفين شخصيات اللعبة في أوضهم. الطفل ما بيعرفش يقول دي لعبة، العقل الصغير بيصدق. ومن الرعب ده نخش على لعبة اسمها سلندر أو سلندر مان. في 2014 بنات عندهم 12 سنة طعنوا صاحبتهم 19 طعن، وده كله ليه؟ عشان يرضوا شخصية من لعبة وقصص انترنت. في التحقيق قالوا احنا كنا فاكرين حقيقي، القصة دي مش لعبة، دي انذار. وبعد كده بنروح على لعبة لسه شغالة لغاية دلوقتي اسمها روبلوكس. اللعبة دي شكلها بريء جدا من بره، كرتون وألوان، بس جواها عالم مفتوح من غير أي رقابة. في تقارير عن أطفال اتطلب منهم يعملوا حاجات في الحقيقة، تصوير، كلام، واستدراج. اللعبة مش الخطر، اللي جواها هو اللي خطر. ومن روبلوكس بنروح على لعبة اسمها جراني. اللعبة دي كلها استخبى واهرب، ولو اتقفشت بتخسر. في أطفال بقوا حاسين إن في حد دايما وراه، يعني اللعبة تسببت لهم إن هم بقوا في حالة خوف مستمر. ومن الألعاب دي بنطلع بقى على التحديات زي الحوت الأزرق. في روسيا كان في شاب اسمه فيليب اعترف إنه تسبب في انتحار أكتر من 130 طفل. قال أنا كنت بنظف المجتمع. الجملة دي لوحدها كانت رعب. ومن الحوت الأزرق بنروح على لعبة اسمها مومو. شخصية صورة لكن تأثيرها حقيقي. أطفال اتهددوا وخافوا وانتحروا، العقل الصغير ما كانش يعرف إن ده وهم. ومن مومو بنروح على لعبة اسمها تروس أور دير أونلاين. اللعبة بتبدأ بسؤال وتنتهي بابتزاز. في مراهقين صوروا نفسيهم وتهددوا، والسبب كان إيه؟ إن اللي جوه اللعبة بيطلب منهم إثبات لي إنك جريء. للأسف الألعاب ما بتدخلش البيت بس غير لما بنسيب الباب مفتوح. والسؤال مش نمنع ولا نسيب، السؤال نفهم ولا نطنش. الرعب إننا نسيب عقل صغير لوحده قدام شاشة كبيرة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واستنى فيديوهاتي اللي جاية.